وفاق الصيف الجزائري إلى الرباط للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وضمت بعثة الوفاق 35 عضوا من بينهم 23 لاعبا. وسيقيم الفريق معسكرا إعداديا قصيرا في العاصمة المغربية لمدة 3 أيام قبل أن يلعب السبت المقبل في الدور الثاني من البطولة مع الفائز من مباراة المغرب التطواني المغربي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. اكيد انها تكون منافسه صعبه وقويه خاصه بالنسبه لنا احنا، ولو انه نقدر نتكلم على الدور الاول اللي راح نتقابل فيه مع سواء مع تطوان المغربي او اوكلاند سيتي النيوزيلندي، تكون مباراه بنسب متساويه متكافئه يعني على طول الخط. نقدر يعني ومن بين الاهداف الاولى هو الفوز بهذه المباراه والمرور للدور نصف النهائي، لكن نقدر نقول الانجازات دائما، ومباراه فيها 90 دقيقه او 120 دقيقه في هذه الحاله كل شيء ممكن في هذه المباريات. احنا فريقنا يعني متسلح بالعزيمه وبالاراده وخاصه من الجاهزيه البدنيه والفنيه، فريقنا حاضر 100%. ان شاء الله نكونوا على تم الاستعداد خاصه يوم 13 يوم المباراه الحاسمه بالنسبه لنا. الان الوفاق جاي يمثل الجزائر لنا في المغرب، نتمنى ان شاء الله يفوت مونديال جيد بالنسبه للمغربيين ومونديال جيد بالنسبه لنا. ما الا كان تلاقينا مع المغرب التطواني ان شاء الله تكون مباراه اخويه، والفائز الاكبر راح يكون ان شاء الله الروح الرياضيه. مباراه اخويه والفائز الاكبر راح يكون ان شاء الله الروح الرياضيه.